اقتحم يوسف النصيري لاعب منتخب المغرب تاريخ كرة القدم العربية بعدما سجل هدفا رائعا في شباك البرتغال في كأس العالم قطر 2022. نجح نجم إشبيليه الإسباني في أن يسجل ثالث أهدافه بالمونديال، حيث هز شباك إسبانيا في نسخة روسيا 2018، بينما سجل هدفين في النسخة الحالية من خلال زيارة شباك كندا بدور المجموعات والبرتغال في ربع النهائي. وبحسب شبكة سكواكا للإحصائيات، فقد أصبح النصيري الهداف التاريخي لبلاده في كأس العالم برصيد 3 أهداف، وبذلك ينضم النصيري إلى قائمة هدافي العرب في المونديال، ولكل منهم 3 أهداف، وهم الثنائي السعودي سامي الجابر وسالم الدوسري والتونسي وهبي الخزري. كما فض يوسف النصيري شراكته مع أصحاب الثنائيات من نجوم المغرب في المونديال، وهم عبد الرزاق خيري وصلاح الدين بصير وعبد الجليل كماتشو. وكان وليد الركراكي مدرب المغرب، ووضع كامل ثقته في النصيري خلال المران الأخير من أجل هز شباك البرتغال، وهو ما أوفى به اللاعب بمرمى البرتغال. أهلا وسهلا بكم متابعين قناة الترند رياضي. نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار نجوم كرة القدم أولا بأول.